السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. حبيت أعمل فيديو النهاردة لأن أنا بقالي كتير مش مركزة في الفيديوهات يعني. فحابة أخدكم معايا النهاردة. عندي شغل النهاردة يوم الأحد في أيام ربنا. الساعة يمكن 8:15. عندي شفت من 9 ل5 النهاردة. بقالي كتير أكشلي ما اشتغلتش في الويك أند، يمكن 9 شهور سنة حاجة زي كده يعني. بس عاملين يعني دورة الفاكسينيشنز الدورية بتاعت غالبا الناس يعني بتيجي تاخد الشوت بتاع الانفلونزا، وفي ناس لسه بتاخد الشوت بتاع الكوفيد وحاجات تانية بتاعت النمونيا وفي حاجة وفي التطعيمات الروتينية بتاعت الأطفال كمان يعني. أنا لسه عند البيت بس حبيت عايزه اعمل فيديو افرجكم على حاجات من ضمن التحضيرات اللي احنا بنعملها للشتاء يعني، بس ما لحقتش. فقلت بما ان انا لسه هطلع من البيت افرجكم. اللي حواليا ده حاجه اسمها التيمبو، زي كفر كده للبيوت اللي ما فيهاش جراج. افرجكم كده، بنحط زي كفر كده، شكله عامل كده كفر زي شيلتر كده للعربيه للبيوت اللي ما فيهاش جراج. انا بيتي ما فيهوش جراج، فبنحط كده يعني عشان نحمي العربيه من الشافلينج، من السنو، من الايس، وكمان بيوفر علينا مجهود شويه لان كل ده ورانا شافلينج للارض ديت. فطبعا الواحد مجهود ان انت تصحى كل يوم الصبح قبل ما تروح الشغل وتقعد تعمل فزي ستراكشر حديد كده، ونركب عليه كفر زي مشمع تخين قوي هو كده، بيتحمل الجو يعني والسنو كده. دي من ضمن الحاجات التحضيرات يعني. طبعا لسه في بقايا ورق شجر في الارض، انا لميت على قد ما اقدر بس الشجر لسه بينزل. حاجه على السريع كده اقول لكم عليها يعني. الشلتر بتاع البيت ده اسمه التيمبو. هتوكل على الله بقى واروح الشغل، وباذن الله هشوف. انا بصراحه رايحه عياده جديده عمري ما اشتغلت فيها قبل كده، فعندي امل يعني ممكن الموضوع مش زحمه قوي يعني بما ان احنا يوم حد. فلو كنت شغاله في كورنر كده لوحدي افرجكم على السريع برضو الكامبينز بتاعت الفاكسينز بتبقى عامله ازاي والسيت اب بيبقى ازاي للناس اللي انترستد في التمريض او في الشغلانه ديت تحديدا. تعالوا معايا. اوكي، انا وصلت على الشغل وعاملين لي مكتب لوحدي في الكورنر يعني، لان انا اللي هحضر الفاكسينات. بيقولوا عليا شارجر. دي الترابيزه اللي هقعد عليها والكرسي. دي التلاجة اللي فيها كل الفاكسينز هفرجكم. ودي السبلايز بتاعت السرنجات، الالكوهول، المناديل، الكوتن بالز، الستوك بتاعنا يعني. وده الفريزر اللي فيه الايس باكس. اول حاجه بيبقوا محضرين كده زي جلاسير يعني، نحط فيه الحاجه الساقعه يعني عشان بحضر الفاكسينز احطهم جوه هنا جوه تلج، وانا بحط فيه ثبت زي كده. لما احضر الفاكسينز يبقوا محتفظين بحرارتهم يعني، يكون الجو بارد. دولت بتوع الكوفيد ودولت بتوع الفلو الجريب. ده الماتيريال بتاعي. من امبارح بيبقوا محضرين لي سرنجات عشان ابتدي يومي يعني. انا في اخر اليوم هحضر السرنجات لليوم اللي بعده يعني. دولت بتوع الفلو اللي هم 3 مللي، ودولت بتوع الكوفيد اللي هم 1 مللي السرنجات. افرجكم ايه تاني. دي لك الكحول بيبقى في فايلز كده، ده بتاع الكوفيد. بنفتح الفايل ونسحب العينات عادي يعني. بدأت شغل، معلش مش لاقيه فرصة قوي بس قلت اوريكم. دلوقتي تلات السرنجات بتاعة الكوفيد فاكسين اللي هو سبايك فاكس ده. الفايل دوت فيه 5 دوز، فانا بعبيهم في السرنجات. بعد كده هحط الليبل على كل سرنجة باسم الفاكسين، هلزقها على الكاب يعني. وبعدين احطهم في الجلاسير دوت واطلعهم بره للممرضات اللي يدوا البيشنتس الحقنه يعني. ده اللي انا حضرته لغايه دلوقتي. 3 فايلز من الفلوزون، ودولت كلهم كوفيد فاكسينز. ده الواحده فيها 10 دوسز، ودي الواحده فيها 5 دوسز. ده شكل السرنجات بتاعتي وهي متعبيه وملزوق عليها التيكت بتاعها، اسم الفاكسين والدوز. دولت بتوع الكوفيد ودولت بتوع الانفلونزا. انا بدات احضر سرنجات للي هتشتغل مكاني بكره بتوع الانفلونزا عشان الفايل الواحد من دولت فيه 10 دوسز. بنحضر 10 سرنجات في الكيس، والعكس في بتاع الكوفيد عشان 5 في الفايل بنحضر كيس 5. ديت 1 مللي وديت 3 مللي. السرنجة بتيجي انا بحضرهم يعني، بفكهم من العبوة واوصل الابرة بس
بالسرنجة نفسها يعني، ان هما بيجوا مفصولين كده في علب. عايزه افرجكم سريعا لو واحده نيرس جديده او اول مره حد يعمل فاكسين، الفايل بيبقى شكله كده. بتتاكد طبعا ان الليكويد سليم وكلير ومفيش اي شوائب جوه ولا اي حاجه. بتغسل ايديك طبعا من المسح بالمحلول الجل بتاعهم، الديزنفكتنت الهاند سانيتايزر ده. بعدين بنفتح الفايل، واحنا عندنا بروسيجر بنمسح الفايل بالالكوهول سواب كده. وبعدين طبعا عشان ده فاكيوم سيلد، اول حاجه بنعملها ديت اللي هو اللوك بتاع السرنجه. انا بزقه من سكتي وبشيل الكاب. انا هسحب 0.5 ملليلتر، فلازم ادخل هواء في الفايل لان دوت فاكيوم سيلد. فانا هدخل 0.5 هواء، بعد كده عشان اسحب ال 0.5 الليكويد من جوه يعني. بنعمل فليكينج خفيف كده عشان لو في اي بابلز تمشي البابلز. بس كده. بعدين بنعمل ريكابينج بالراحه بالنيدل وازق اللوك من سكتي، وبعدين هلزق التيكت هنا يعني. بس حبيت اوريكم عشان لو حد اول مره في حياته يعبي سرنجه للطلبه بالذات اللي في التمريض يمكن تستفيدوا. عايزه افرجكم ان في انواع فاكسينز بتيجي جاهزه في السرنجه بتاعتها، زي مثلا ده بتاع النمونيا البنوموفاكس. بنفك ديت الطرف دوت ونحط السرنجه الاورنج اللي فرجتكم عليها. وفي ده نفس الحاجه برضو، بتيجي سرنجات جاهزه جوه. وفي زي دوت اللي هو الفلوميست دوت، بيبقى عن طريق الانف يعني، سبراي جوه المناخير، يبقى شكله كده. بتيجي الفايلز جاهزه كده. فرقوا ايه تاني دوت الفاكسين فايزر. الستوك بيبقى ورا، العلبه المفتوحه بتبقى قدام اللي حاطينها، والستوك بتاعنا بيبقى ورا. ده الموديرنا اللي بيقولوا عليه سبايك فاكس، غيروا اسمه. ده بتاع الانفلونزا فلوزون. ده الهاي دوز للناس اللي هم عندهم immunosuppressed وكده وعندهم conditions. ده بتاع النمونيا. ده المست اللي فرجته لكم بتاع المناخير. بس كده. ده شكل التلاجة يعني. الكليب بوردز اللي متعلقة على الفريزر ده، كل كليب بورد من دول خاصة بالفاكسين. بنعمل كاونتنج بقى، كل فايل جوه التلاجة ديت معمول حسابه، اللي استخدمناه اللي ما استخدمناهوش. ده شغل الرئيسة يعني الانفيرمير شيف اللي هي المسؤولة. بتيجي اول الشفت تعد واخر الشفت تعد قد ايه استعملنا يعني. أنا زي ما وريتكم هنا انا بحتفظ بالفايلز الفاضيه اللي انا خلصتها يعني. بنعد بقى عشان النمبرز تماتش، عشان دي عهده طبعا. وده الفريزر دوت فيه بس الايس باكس بتاعتنا اللي بنحفظ عليها الفاكسينز اللي وريتها لكم في اللي هي الجلاسيرز دول. انا شغاله في عياده، موطيه صوتي طبعا لان في ناس يعني في الاوفيسز اللي جنبي. انا شغاله في عياده اللي بيقولوا عليها CLSC. هحاول لما اخرج من المكتب دوت اللي هم عاملينه لي اشتغل فيه افرجكم بشكل العياده عامل ازاي، مكان الانتظار. بس طبعا مش عايزه اصور حد يعني. انا شغاله يعتبر في ظهر الكلينيك يعني. انا شغاله في الاوضه دي، واللي بيطعموا جوه الباب دوت يعني. هحاول ادخل اوريكم بس مش هقدر اتكلم وانا معديه غالبا يعني. انا باجي هنا اعبي الترمسز دولت لما بحضر فاكسين، باجي اعمله لهم وهم شغالين في البارتيشنز ديت. دي عياده اصلا تحليل دم، بس عامل لهم سرق كده temporary عشان يطعموا في الناس اللي بيجوا يطعموا يعني. وبعد كده بنلم حاجتنا ونمشي. ديت دخلت المبنى، الباب اللي هناك ده الباب الرئيسي، وفي كراسي كده في الدخل لو حد عايز يقعد. وهنا الناس بتدخل من هنا عشان يسجلوا نفسهم وياخدوا الفاكسين يعني. وانا شغاله في الاوضه اللي هناك دي تاني واحده. دي الاوضه بتاعت البريك، في تلاجة وكولدير الميه. ودوت البارتيشنز من ايام الكوفيد حطوها كده عشان كل واحد يبقى قاعد في الكيوبيكل بتاعه. وفي هنا بار كده، مايكرويف، تلاجة، حوض، كيتل، حاجات الستاندرد يعني، كافي ماشين. وهنا بقى عشان الكوتس بنحط حاطين ستورج هنا طبعا، بس احنا دي اللوكرز. انا بتاعي الاحمر دوت حاطه فيه حاجتي بقى، الكوت بتاعي وشنطه ايدي وكده يعني. دي اوضه البريك يعني واللانش. نقدر نيجي نقعد هنا لو عايزين ناخد بريك او ناكل الاكل بتاعنا يعني. anyway اليوم طويل صراحه، مش زحمه. فبعبي سرنجات، بحضر سرنجات. شغلانه سهله صراحه، مش هكذب عليكم يعني.
ده جزء من التمريض اللي شغله سهل، محتاج تركيز بس عشان تعبي الدوز صح، تعمل عددك صح في الاخر اليوم كله ماتشنج عدد البيشنتس وعدد الابوينتمنتس اللي كانت عندنا. غير كده ده جزء سهل خالص من التمريض، يعني انا بحبه بس بحس بالملل ساعات، يعني اخر الشفت كده بالذات لما قربنا نخلص تحس بالزهق. يعني اتفرجت على الكليب اللي فات لقيت حاجه في شفتي هنا، دي اكشلي حرق، مش زي ما تكون شفتي مشقوقه بس هي مش مشقوقه، ده انا حرقتها. مش عارفه كنت بدوق مكرونايه مسلوقه ولا لا، لسعتني جامد في شفتي يعني، شكلها غريب بس هي دي العلامه اللي في بقي يعني. so anyway انا قاعده مستنيه بقى اخر شفت اهدى شويه، فقولوا لي حابين تتفرجوا على ايه، حابين تشوفوا ايه في مهنه التمريض لما اروح الشغل، ايه تاني ممكن اوريه لكم لو عندكم اي سؤال، لو حد طالب او طالبة تمريض وعايز تشوف حاجه معينه اكتبوا لي عايزين تشوفوا ايه، او لو عندكم اي سؤال خاص يعني بالشغل اللي انا بعمله او بمهنه التمريض ان جنرال اكتبوا لي وانا هرد عليكم باذن الله، واحاول افرجكم لما اروح الشغل.